روى ابن المبارك في الزهد عن مولى لأبي ريحانة قال: قفل أبو ريحانة من بعث غزا فيه، فلما انصرف أتى أهله فتعشى من عشائهم، ثم دعا بوضوء فتوضأ منه، ثم قام إلى مسجده يعني مصلاه في بيته، فقرأ سورة ثم أخرى، فلم يزل كذلك مكانه، كلما فرغ من سورة افتتح الأخرى، حتى إذا أذن المؤذن من السحر شد عليه ثيابه، فأتته امرأته فقالت: يا أبا ريحانة، قد غزوت فتعبت في غزوتك، ثم قدمت إلي فلم يكن لي منك حظ ولا نصيب. فقال: بلى والله ما خطرت لي على بالي، ولو ذكرتك لكان لك علي حق. قالت: فما الذي شغلك عنا يا أبا ريحانة؟ قال: لم يزل قلبي يهيم فيما وصف الله في جنته من لباسها وأزواجها ونعيمها ولذاتها، حتى سمعت المؤذن الله أكبر. لما سمع القوم قول الله فاستبقوا الخيرات وقوله وسابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض، فهموا أن المراد من ذلك أن يجتهد كل واحد منهم أن يكون هو السابق لغيره إلى هذه الكرامة. قال الحسن: إذا رأيت الرجل ينافسك في الدنيا فنافسه أنت في الآخرة. وقال رحمه الله: من نافسك في دينك فنافسه، ومن نافسك في دنياك فألقها في نحره. اعلم رعاك الله واعلم بارك الله فيك أنه على قدر أهل العزم تأتي العزائم، وعلى قدر أهل الكرم تأتي المكارم. قام رجل من الصالحين يصلي من الليل، نعم قام رجل من الصالحين يصلي من الليل، فمر بقوله تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض، فجعل يرددها ويبكي حتى أصبح. فلما أصبح قيل له: أبكتك آية ما مثلها يبكي، إنها جنة عريضة واسعة. فقال: يا ابن أخي وما ينفعني عرضها إن لم يكن لي فيها موضع قدم، وما ينفعني عرضها إن لم يكن لي فيها موضع قدم. فيا عجبا كيف نام طالبها، وكيف لم يسمح بمهلها خاطبها، وكيف طاب العيش في هذه الدار بعد سماع أخبارها، وكيف قر للمشتاق القرار دون معانقة أبكارها، وكيف قرت دونها أعين المشتاقين، وكيف صبرت عنها أعين، وكيف صبرت عنها أنفس الموقنين، وكيف صدفت عنها قلوب أكثر العالمين، وبأي شيء تعوضت عنها نفوس المعرضين. فسل المتيم أين خلف صبره، في أي واد أم بأي مكان، أترى يليق بعاقل بيع الذي يبقى وهذا وصفه بالفاني. اعلم رعاك الله واعلمي بارك الله فيك أن من جد وجد، وليس من سهر كمن رقد، ومن لم تبكي الدنيا عليه لم تضحك الآخرة له. لسان حال المشتاقين إذا اشتغل اللهون عنك بشغلهم، جعلت اشتغالي فيك يا منتهى شغلي. عن كريب أنه سمع أسامة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا هل مشمر للجنة، ألا هل من مشمر للجنة، فإن الجنة لا خطر لها، هي ورب الكعبة نور يتلألأ، وريحانة تهتز، وقصر مشيد، ونهر مضطرد، وثمرة نضيجة، وزوجة حسناء جميلة، وحلل كثيرة، في مقام أبد، في دار سليمة،
وفاكهة وخضرة وحبرة ونعمة في مجلة عالية بهية. قالوا نعم يا رسول الله، قالوا نعم يا رسول الله نحن المشمرون، قالوا نعم نحن المشمرون. قال قولوا إن شاء الله. فقال القوم إن شاء الله. هنيئا لهم، سمعوا الأوصاف والأخبار فشمروا وصدقوا الأقوال بالأفعال. علموا أن السلعة غالية فقدموا الثمن من الأنفس والأموال، لأن الله اشترى وهم باعوا، والثمن الجنة. وعد صادق وعهد سابق، ومن أصدق من الله قيلا.